10 خرافات عن الجرافيك ديزاين. السلام عليكم واهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. كم مره سمعت خرافات او كلام بيتقال عن الجرافيك ديزاين وفي الاخر طلع اي كلام، سواء كنت ديزاينر او شخص مهتم بالمجال. وفي الفيديو ده هقول لك على 10 خرافات عن الجرافيك ديزاين، فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا. الخرافه الاولى ان الجرافيك ديزاين مجرد فن مش محتاج مهارات تقنيه، لكن الحقيقه ان الجرافيك ديزاين هو ميكس ما بين انك يكون عندك فن ولمسه خاصه بيك مع الجزء التكنيكال. ده غير طبعا انك لازم يكون عندك خلفيه كويسه عن برامج الديزاين زي الفوتوشوب، الستريتور، بريمير، افتر افكت، ان ديزاين. ما تكتفيش انك تتعلم عن حاجه معينه. الخرافه الثانيه ان البرامج بتصمم لوحدها والمصمم مجرد بينفذ بس، والحقيقه ان البرامج دي مجرد ادوات بس لكن مش بتصمم لوحدها. ومش مجرد انك تحط ستوكات جنب بعض كده على باك جراوند يبقى انت كده ديزاينر. خليك دايما عارف ومتاكد ان الفكره والتخطيط هما اللي بيخلقوا الديزاين، وان لمستك الخاصه بيك انت هي اللي بتميزك عن غيرك. الخرافه الثالثه السرعه اهم من الجوده، والحقيقه ان الجوده اهم من السرعه بكتير. ليه بقى؟ هقولك. السرعة ممكن تكون مهمة ومطلوبة، وفعلا في شركات كتير بتعمل كده، بيبقوا عايزين انتاجية اكتر، بس ده على حساب الكواليتي او الجودة، ومش ده اللي هيعمل منك ديزاينر بروفيشنال وشغلك عالي بقى وتبيع باسعار عالية بقى والكلام ده. التصميم الكويس بالفكرة المتنفذة صح هو ده اللي بيبني اسمك، والفكرة المترقعة لازم تاخد وقتك فيها كده علشان تطلع شغل كويس وتحدث بقى في التصميم وتطلع حاجات غريبة كده، فلازم تاخد وقتك. الخرافة الرابعة الجرافيك ديزاين ده يا عم عبارة عن شوية اشكال والوان، وفي ناس فاكرة ومعتقدة ان الجرافيك ديزاين هو عبارة عن شوية الوان واشكال وبتطلع منها تصميم وشكرا على كده. لكن الحقيقة ان الجرافيك اكتر من كده بكتير، هو عبارة عن عملية فيها مجموعة خطوات، منها التحليل وفهم المحتوى واستراتيجية التواصل البصري. ناس غريبة والله. الخرافة الخامسة انك ممكن تصمم لوحدك من غير ما تحتاج لحد. نفس الناس برضو بيعتقدوا ان المصمم ممكن يشتغل لوحده من غير ما يتعاون مع اي حد، لكن الحقيقة العمل مع فريق مهم جدا جدا جدا، وخصوصا في البداية، بحيث انك تضمن ان في حد عنده خبرة اكتر منك هيديلك رأيه او هيفيدك او هيعدل عليك في التصميم اللي بتشتغل عليه، وده هيخليك تتطور بسرعة. الخرافة السادسة الجرافيك مش مهم للمشاريع الصغيرة، وفي ناس بتقول يا خراب على الناس دول والله ان الجرافيك ديزاين مش مهم للمشاريع الصغيرة، ده كده كده مشروع صغير ومش محتاجين له اي حاجة دلوقتي ولسه مش ظاهرين في السوق اصلا، فهنعمل شغل جرافيك او فيجوالز ليه؟ كده كده احنا لسه جداد في السوق ومحدش عارفنا. بس خلينا اصدمك واقول لك انت كده بتدمر مشروعك بايدك، لان حتى المشاريع الصغيرة لازم يكون عندها تصميمات لازم تظهر للسوق او للعملاء بشكل احترافي ومؤثر، وتقدر يكون ليك تواجد ملموس بشكل بروفيشنال قدام العملاء بتوعك، لان التصميمات اللي بتعملها او الايدنتيتي او ايا كانت تشتغل تصميمات نوعها ايه هي دي الواجهه بتاعتك، العملاء هتفتكرك بالتصميمات دي. الخرافه السابعه التصميم مش مهم طالما بتعمل اعلان ممول. بس خلينا اصدمك تاني واقول لك ان الديزاين مهم جدا جدا للاعلانات المموله، ويكاد يكون عليه 70% من نجاح الاعلان، لان التصميم الجذاب او الملفت هو اللي هيقدر يوقف عاملك على الاعلان بتاعك ويخليه يتفاعل معاه بشكل اكبر واحتمال كبير يعمل اوردر. الخرافه الثامنه كل مصممين الجرافيك بيشتغلوا بنفس الاسلوب، لكن الواقع غير كده، لان كل مصمم ليه اسلوبه الخاص، حتى لو في جزء منه اقتباس، لكن مفيش 2 مصممين بيتفقوا على نفس الاسلوب، لان زي ما اتكلمنا وقلنا علشان تكون مصمم جرافيك لازم يكون ليك لمستك الخاصه بيك اللي بتميزك وتميز شغلك عن شغل غيرك. الخرافه التاسعه ان الجرافيك ديزاينر يقدر يعمل اي حاجه في اي وقت، لكن الحقيقه غير كده، احنا غلابه والله. الجرافيك ديزاينر ده زي وزيك كده بني ادم مش سوبرمان، وعشان تضمن انك تطلع شغل كويس لازم تكون فاهم طبيعة البراند اللي هتشتغل عليه او اللي هتشتغل له، ومخطط انت هتعمل ايه كويس علشان تضمن نتيجة مرضية في الاخر. الخرافة العاشرة البرامج القوية هي اللي بتعمل لك تصميم جامد، بس التركية بقى مش هنا، اسلوب الديزاينر وشطارته هي دي اللي بتحدد كواليتي او جودة التصميم اللي بيطلعه، وشطارتك مش هتعتمد انت بتشتغل على ايه ولكن بتشتغل ازاي. احنا كده خلصنا ال10 خرافات، ولكن هقولك على الخرافة ال11 ان الموضوع ده شاغلني جدا وكل عمال بيجي لي يقول لي سعرك غالي وسعرك رخيص ومش عارف ايه وكل الكلام ده، فخرافة بتتقال يعني ان العمل مع مصمم الجرافيك مكلفة جدا، لكن الحقيقة غير كده، لان في ديزاينر كتير جدا بيقدموا خدمات تناسب جميع الميزانيات، وتبعا لميزانيتك او الفلوس اللي هتدفعها هتقدر تحدد بيها الديزاينر اللي هيشتغل معاه، ومعروف دايما في اي مكان ان الغالي ثمنه فيه. بس كده، دول ال10 خرافات او ال11 خرافه اللي اتكلمنا عليهم النهارده، ويا ريت تكون استفدتوا من الموضوع ده. ولو عندك اي استفسار او اي خرافه سمعتها في اي مكان اكتبها لنا في الكومنتات. كان معكم كمال وحيد وسلام. استنوا اقفل القفله دي، ده اللوجو بتاعي. سلام.